سحس طبيعي ولا بيستخدم الاسترويد؟ في الاول كده تعال اقول لك مين هو سحس. حسين سلام مولود في السعوديه سنه 1988. سحس من اشهر الانفلونسر في العالم، يوتيوبر مشهور جدا بان اكله كله جانك فود. في الاول بس بما ان اللعبه دي اساسها العلم فانت والله فايتك كتير لو مش عامل لي فول. عنده تقريبا 3 مليون متابع وده على اكونت الانستجرام بس. اغلب فيديوهاته عن الاكل، لكن ظهر ليه صور اخر فتره دخل بطوله كمال اجسام واخد 9 ميداليات في بطوله واحده. مش عارف ازاي بس خلينا نكمل. صراحه مقارنه بكل المنافسين اللي على المسرح ما كانش احسن واحد، في اكتر من واحد احسن منه على المسرح وبمراحل. ده ما يقللش من المجهود اللي هو عامله بكونه راجل بياكل الاكلات دي بيوصل للمستوى الخرافي اللي هو فيه ده، فدي حاجه مش طبيعيه خالص. من وجهه نظري ان كونه هو راجل يوتيوبر مشهور جدا من الشخصيات المؤثره في العالم، فاكيد هو اخد الميداليات دي كلها على حساب الناس اللي جنبه على المسرح، وكله بغرض الدعايه للبطوله دي. ظهرت ليه صور قبل الشهره وكان بالشكل ده، مستوى عضلي كبير مع نسبه تنشيف رهيبه ما تلاقيهاش في حد طبيعي. ده اللي هيخليني اقول ان سحس مش طبيعي وبيستخدم الاسترويد. ما تنساش تقول لنا انت كمان رايك في جسمه طبيعي ولا عادي واحد طبيعي يوصل للجسم ده.